السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جمعة مباركة. بداية اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم ان شاء الله واحد الفيديو مختلف على الفيديوهات ديالي. نهضر لكم على هاد البنوتة هادي. يعني هذه قصة حقيقية وهذه قصة للعبرة، يعني باش الامهات يردوا بالهم. هاد البنت كيف ما كتشوفوا فيها هي البنات بنت باقا صغيره، غتكون تقريبا في داك السن ديال يعني 5 سنين 6 سنين بحال هكا، ولا 5 سنين ونص. المهم انا كتبان ليا بعدا صغيره. المهم كنت في واحد المجموعه ديال الواتساب، صيفطتها لينا، يعني تحطت لينا واحد السيده الاوديو ديال الام ديال هاد البنت وهي كتبكي وهي كتغوت. قالت لي بنتها تختفات. هي البنات، هاد الام هادي يعني ما عرفت شنو بغات من الحانوت. سخرات هاد البنت اللي باقا صغيره، يعني في 9:30 ديال الليل. وزياده على هادشي كانت الوقت ديال مباراة كرة القدم. المهم البنات كيف ما قلت لكم، سخرتها في الوقيته ديال مباراة كرة القدم، اخر مباراة اللي ما توفقش فيها المنتخب الوطني ورجع في حاله. كنت تأسفوا ليه بطبيعة الحال. المهم المباراة ديال المغرب وجنوب افريقيا، يعني هاد السيدة يعني 9:30 ولا 10 ديال الليل سخرت هاد البنت هادي الحانوت. المهم فاش حطت لينا السيدة، فاش حطت لينا الاوديو في المجموعة، قالت بان بنت هذيك الساعة داز عليها نص ساعة وما رجعتش. ما نعاودش لكم البنات على يعني واحد ردة الفعل ديال الامهات اللي كنا كاملين في المجموعة. يعني واحد السيدة بكات يعني من قوة الصدمة، يعني كل شيء خصمو على الام. يعني علاش تصيفط بنتها في هذا السن هذا، صيفطها للحانوت وفي الليل وبالضبط في الوقيته ديال المباراة. ايوا المهم العيالات، البنات هادو هما الدراري، هادو هما الوليدات. واخا تعيا ما تحضي، الا كتب الله شي حاجه راه كتوقع. غير يعني خص ضروري بنادم يدير الاحتياط. يعني الامهات يعني عوض ما تسخري وليد ديال 6 سنين 7 سنين، ولا بنيته ديال 5 سنين 6 سنين 7 سنين، وفي الليل يعني ما كاين باس تلبسي جلابيتك وانتي براسك تمشي تسخري دغيا وترجعي. يعني الوقت دابا خيابت، ما بقاش يعني الزمان كيف ما كان، ما بقاش داك الامن والامان كيف ما كيقولوا. يعني دابا الوقت صعيبه بزاف، وخصوصا في الوقيته فين كيكون يعني فاش كتكون مباراة ديال الكرة. يعني خصوصا الا كان المنتخب الوطني لاعب، الدنيا كتكون يعني خاوية. الحوانت غالبا كيكونوا سادين. يعني شنو كتلقاي فقط القهاوي وعامرين بالناس اللي كيتفرجوا. فبنادم شويه الامهات ردوا البال، يعني بنادم يدير الاحتياط، ردوا البال شويه الوليدات. وعلى اي الحمد لله يعني الغد ليه، حيت بقينا يعني في ديك المجموعه حنا كأمهات يعني بقينا كنسولو. الغد ليه قالت بان يعني لقات بنتها، ولكن ما لقاتهاش في البلاصه يعني فين كانت هي ساكنه. يعني كانت ساكنه تقريبا في عين عتيق، والبنت تلقات في الرباط، يعني راه يعني مسافه، والبنت صغيره. المهم هادشي اللي توصلنا به. يعني ما كناش عرفنا يعني البنت حالتها، يعني شكون داها شكون وصلها لديك البلاصه. حيت ما يمكنش للبنت يعني في هذا السن هذا، يعني بنت باقا صغيره وفي الليل يعني تمشي لديك البلاصه بوحدها. ما يمكنش. يعني نعتقد الرباط راه يعني مسافه طويله بزاف. المهم كنتمناو يعني البنت تكون بخير وعلى خير، وتكون يعني رجعات بسلم وسلام للام ديالها
فمزيدا من الحيطة والحذر الأمهات. الوقت ما بقاتش كيف ما كانت، بنادم يرد البال والله يدير اللي فيها الخير، والله يحفظ لنا الوليدات ويحفظ وليدات جميع المسلمين. وشكرا لكم على المتابعة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله بإذن الله.